طبعا حضراتكم على درايه يعني، وكلنا على درايه بنظام البكالوريا اللي باذن الله هيطرح للحوار المجتمعي. المهم انا حابه اوجه رساله قبل ما النظام ده يتطبق، والرساله موجهه لوزاره التربيه والتعليم والقائمين عليها وكل مراكز البحوث. اما بقى بالنسبه للساده المواطنين فاحنا كلنا فاهمين ان النظام ده هيبقى كده. اللي عاوز يتعلم يتعلم، والباب ده مش هيتقفل، اللي عاوز يروح يتفضل. قولي الشهور الميلاديه بالانجليزي. سؤال بسيط هنطرحه على الحوار المجتمعي مع الشباب اللي مستهدفين منه البكالوريا في هذا المجتمع. اتفضل، ما هي الشهور الميلاديه بالانجليزي؟ الشهور الميلاديه بالانجليزي انا مش حافظه اسمي بالكامل، خلي بالك يعني، والله ما حافظه بالكامل. بدايه مشرقه بالتفاؤل. انا كنت مجموعه كبير بس ايه انظلمت في الزراعه ودخلت الزراعه يعني. مظلوم يعني ايه، المفروض ابقى ما تقعدش سنه دومت. انت بتقول ايه انت ولا بتعمل ايه انت ولا إيه؟ انت لبختني، انت عاوز ايه يابا؟ بس دخلوني الزراعه وظلم. شفت الواد اللي لابس اسود اللي هناك ده كان معايا في الزراعه وحول ثانوي. يا سبحان الله. يعني زميلك ده اللي هو لابس اسمر ده كان في الزراعه وحول ثانويه. هي البكالوريا اتطبقت عندكم قبلنا؟ والله يعني انا مظلوم يعني. وبقول له وزير الداخليه مش ده ايه، وزير التربيه والتعليم انا مظلوم. بعد ده كله انت اللي مظلوم؟ ده احنا اللي مظلومين، احنا اللي اتظلمنا. قلبي عند المسؤولين والله. اكتوبر، فبراير وانت بتقول ايه؟ فبراير مين؟ ده شهر جديد؟ ده اغطسو. يعني ايه اغطسو؟ تغطسوا منين؟ احنا نسمي الشهور على اسامينا بقى، يعني الشهر ده يبقى اسمه احمد، ده محسن، ده يوسف، ونمشيها كده. هما كام شهر؟ بصي هما 9 يا 12. ايه ده؟ هو ايه هو ايه اللي 9 يا 12 يعني؟ دي اجابه غريبه جدا. انت بتقول ايه؟ انا بشفق على المدرسين اللي بيقابلوكوا في المدارس. الشهور الميلاديه بالانجليزي. اسالين اي حاجه بالالماني الجزء مش لاقي. شفت ثقافه اولادنا المانيه وليست انجليزيه. عشان كده احنا بنطالب ان اللغه الثانيه في نظام البكالوريا تبقى مضافه للمجموع، لان احنا كده مش هنلاقي حاجه نحطها في المجموع. قولهم بالالماني. ما هو لسه الاستاذ مش شارح الحصه. ايه القرف ده؟ طب هما كام شهر اصلا؟ 12 هقول لك في دي. الله عليك، احسنت يا ابني والله. ما هي يناير فبراير وحاجات من ديت. ايوه هي يناير وفبراير والحاجات اللي مش من مستواك دي بقى. انا عارفه الحاجات دي معلومات عاديه. قولهم بقى بالانجليزي. يناير بالانجليزي، فبراير بالانجليزي، ديسمبر بالانجليزي ولا بالانجليزي؟ انا عارف بالانجليزي. لا انا عارفهم بالعربي بس. ما تعرفوش بالانجليزي؟ هو مش كده بالعربي زي بالانجليزي ولا ايه؟ بص، هو اللي بيتنطق عربي وانجليزي زي بعض الاسامي، مش اسامي الشهور اللي هي انا مش عارفه انا بشرح لمين. قولوا لي الشهور الميلاديه بالانجليزي. ما تتنحش في الكلام. يناير وديسمبر. انت تاني يا ابني؟ انت يعني ما رحت حطيت كوفيه على رقبتك كده بقت حد تاني يعني؟ ما هو انت نفس الجمجمه، ما مش هتفرق. قول اشجيني. اغسطس وفبراير. يعني بتغش، وبرضه اللي بيغششك غلط. ما هو انت برضه يعني اللي بيغششك مش احمد زويل ولا استاذ فاروق الباز. الناس دي في انهي مدرسه؟ لازم نروح ندغدغها. والسبت والخميس والجمعه. سبت يا لهوي يا خرابي. قولي لي الشهور الميلاديه بالانجليزي. البنات في التعليم بقى ما اقولكوش مش زي وبعدين تسال البنت من هنا فريره في الكلام. ليه؟ لان احنا ما حلتناش الا لسان، يعني نطلع على خلق اللي حد يسالنا حاجه كده يعني. ايه هتعملي فيها عربيه؟ واضح ان لا نافع لا بنات ولا ولاد، فاحنا ايه يعني، هو ده اخر فيديو معانا نشوفه وخلاص كده جبرت. ما هو زيت زي عبيد. جونيوري، فبراير، مارش، ماي. انت باين انه هينجح ولا ايه؟ ماي، جون، جولاي. في نهايه الفيديو الحمد لله كده نبقى انتهينا، عشان مرضى القولون والضغط يلحقوا روحهم بالحبايه. الساده المسؤولين، الموضوع لو هيطرح للحوار المجتمعي انا احب اقول لكم ما يقدر على القدره الا ربنا. انا يأست خلاص.